السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. معانا هنا بقى جلاش حلوة بطريقة جديدة، طريقة سهلة، طريقة اقتصادية، كل المكونات في البيت من غير أي تكاليف خالص، حاجات بسيطة كلها. هنا معانا جلاش معمول بحاجات بسيطة جدا، وصوص الشوكولاتة البيضاء وصوص الشوكولاتة البني. معانا حبة من الكريز عشان نحلي الشكل كده ونطعم شكل الجلاش بتاعنا. معناش اي حاجة الا الجلاش، جايبينه فريش من عند الفرن اللي بيعمل الجلاش والكنافة والحاجات الحلوة دي. معانا سمنة زبدة مسيحينها طبعا عشان نخليه اقتصادي، مش عاملين السمنة لوحدها، حاطين عليها نص كوباية من الزيت الابيض، والباقي سمنة زبدة فلاحي عشان نعزز الطعم ونخلي طعم الجلاش بتاعنا طعمه حلو قوي. هنا طبعا هنفرد ورقات الجلاش في قلب الصينية زي ما انتم شايفين كده. هننزل نص الكمية بالفرد مع دهنة ما بين كل ورقتين من الجلاش بتاعنا علشان يطلع مورق معاكي، يطلع خفيف، يطلع هش، يطلع كريسبي، بيقرمش. طريقة سهلة جدا لعمل الجلاش، جربي الوصفة دي ان شاء الله هتعجبك. طعمه خطير جدا، طعمه جميل زي ما شكله حلو قوي زي ما انت شفتي في اول الفيديو. بس مش شكل بس، ده شكل وطعم، وانا بعمل حاجات على مصداقية زي ما انتوا بتشوفوا وجربوا معايا. ده اول مره يشوفنا يدعم القناه باشتراكه ويشرفنا وينورنا، واللي متابعنا ومشرفنا ومنورنا ما ينساش اللايك والشير للفيديو عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. طبعا هنخلص كل الورقات بتاعتنا كده. جينا لكميه النص بتاع الجلاش هنعمله دواير كده او لفه، هنبرمه او نلفه كده زي الاسطوانة ونحطه جنب بعضه واحدة عشان نخليه بشكل جديد، يبقى طعمه جميل جدا ويكون كريسبي ومقرمش اكتر معاكي ويكون هاش. هتشوفي طريقته، تابعي الفيديو بس للاخر عشان في تكات حلوة وفي حاجات حلوة في الجلاش دي ان شاء الله هتعجبكم. واللي يعجبه ما ينساش يكتب لنا في التعليقات، وما نساش تدعيم القناة باللايك والشير عشان تقووا القناة كده وتدعموها، والتعليقات الحلوة الجميلة اللي بتقوينا وبتخلينا نعمل احلى حاجة عندنا. هنخلص كل الكمية بقى بالشكل الاسطواني دوت، وبعد كده هندهن كل الورقات بتاعتنا بالزبدة الفلاحي بتاعتنا علشان نخلي كل الورقة متغطية بالزبدة علشان يطلع في اللون حلو، في السوى يطلع حلو. كل ما تظبطي السمنة بتاعتك في قلب الجلاش والكنافة بالذات بتخلي طعمه حلو، بتخليه كريسبي، بيطلع هاش، بيطلع معاكي بجودة حلوة قوي. طبعا هنقطعه هنا ما بين كل اسطوانة او اسطوانتين حسب ما انت عايزة تخلي القطعة بتاعتك. هتفصلي ما بينهم كده بالسكينة وتقطعيها، وبعد كده هنقطعه زي المثلثات، هتقسميه كده بالطول، وبعد كده هنخليه مثلثات. هناخد كل مربع من اللي احنا قطعناه دوت وهنخليه هنقطعه بالنص كده، هنخلي كل مربع نصفي علشان يطلع معانا مثلث في الاخر، ويطلع معانا الجلاش بتاعنا مورق ويبقى شكله حلو وطعمه يبقى شكله احلى من شكله بكتير ان شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم وتعملوا احلى حاجة في البيت بطريقة سهلة بطريقة سريعة بكل حاجات ومكونات من البيت عندنا. ما بنجيبش اي حاجة من بره، حاجات كلها طبيعية، حاجات كلها صحية علشان نخلي صحة اولادنا احسن. ما نجيبش اي حاجة من بره ونوفر عشان الغلا اللي احنا فيه ده. نعمل كل حاجة بايدينا علشان كل حاجة تبقى متاحة لأولادنا في البيت وتبقى صحية وطعمها حلو. هنا قطعنا كل الكمية بتاعتنا اهوت، وخلصنا الصينية بتاعتنا بالشكل اللي انت شايفاه دوت. هندخل بقى صينيتنا الجميلة دي في الفرن، هنحطها في الرفة الوسطى، هنولع عليها من تحت بس لما تحسي ان هي خلاص احمرت من تحت هتدي في الشواية شكله عشان تحمر. وبعد كده هتطلعي، ما تولعيش على الجلاش من فوق اول ما تحطيه في الفرن علشان طبقاته خفيفة جدا فهينحرق منك. ولعي من تحت الاول لحد ما يدي اللون البامبا الجميل بتاعنا الكريسبي الحلو الاصفر اللي انت شايفاه ده، وبعد كده هتولعي الشواية تدي معاك اللون الجميل الذهبي ده، وبعدين تطفي عليها ويكون معاك الشربات بارد. الشربات طبعا بيبقى
تقيل شوية زي شربات الكنافة علشان يدي معاكي هشاشة ويطلع كريسبي معاكي. لو كان الشربات خفيف فهيطر معاكي ورقة الجلاش وهتطلع معاكي طرية فمش هتطلع كريسبي معاكي. فالشربات بتاع الجلاش لازم يكون تقيل شوية زي شربات الكنافة. دي معلومة لازم تعرفيها عشان الحاجة تطلع معاكي مظبوطة والحاجة تطلع معاكي حلو. طبعا عندنا قطعة من الشوكولاتة سيحناها على بخار الماء ونزلناها كده على الجلاش بتاعنا بطريقة عشوائية كده، بطريقة زجزجة علشان تدي شكل معاكي حلو وتدي معاكي طعم احلى بكتير. صوص الشوكولاتة البيضاء مع صوص الشوكولاتة البني بيدوا طعم جميل جدا للجلاش بتاعنا. وعشان نحلي الشكل اكتر ونخلي الشكل يلفت نظر اطفالنا ويبقى الشكل حلوة مش طعم بس، هنجيب معانا هنا برضو الشوكولاتة البيضاء هنحطها اهو برضو بشكل عكسي الشوكولاتة البني علشان يدوا شكل كده جميل زي ما انت شايفة ويخلوا الطعم احلى بكتير. جربي وصفة الجلاش دي هتعجبك جدا، كريسبي طعم جميل جدا، هشة قوي ومورقة قوي. جربيها هتعجبك بشكل التقطيعة ديت، بشكل الوصفة بتاعتنا الجميلة دي شكل صينية الجلاش بتاعتنا بعد ما حطينا عليها صوص الشوكولاتة الابيض وصوص الشوكولاتة البني. طبعا هنخلي الطعم احلى بكتير. نروح جايبين حبات من الكريز لو متوفر عندك تحطيها، حبات من السوداني، حبة من جوز الهند اللي انت عايزاه ممكن تحلي بيه الطعم وتخلي الشكل احلى بكتير. ده شكله بعد ما استوى اهو خلصناه